القضية اتثبتت عليه، وده بسبب الشاب اللي ظهر للمحامي الكبير أحمد مهران محامي مروة يسري، وقال له إنه كان شغال مع شاكر وبعض من رجال الأعمال في غسيل الأموال. لا وكمان اعترف بكل حاجة كان بيعملها معاهم. لايك ومتابعة بقى وركز معايا. امبارح في ولد شاب من المنصورة من الدقهلية كلمني وقال لي أنا عندي معلومات مهمة، وأنا كنت عضو في الجروب أو في مجموعة مع الناس اللي بيقولوا عنهم إن هم ليهم علاقة بغسل الأموال، وإنه كان بيشتغل مع شاكر ومجموعة تانية من رجال الأعمال بيعملوا منصة جديدة للتداول، وبيعملوا حاجات خاصة بالحاجات الخاصة بالتيك توك. والولد ده فعلا جالي وقعدت معاه وسمعت منه، وخدته امبارح وطلعنا على نيابه الشؤون الاقتصاديه والماليه في التجمع الخامس، ودخل للنيابه وحكى وقال كل المعلومات اللي عنده، والنيابه خدت بياناته وبطاقته لان عنده معلومات مهمه جدا وخطيره، معلومات مهمه وخطيره في الموضوع ده بتوضح وبتاكد الكواليس والخفايا والاسرار اللي بتحصل في اللقاءات والاجتماعات ما بين المجموعه دي، وبيخططوا لايه وازاي بيديروا الفلوس على موقع التيك توك، وازاي الفلوس بتدخل وتخرج، ومين هم الشباب اللي لموهم من المحافظات وعملوهم بهوات ولبسوهم بدل عشان يبقوا هم دول المديرين اللي بيستخدموهم في منصات التداول عشان يدخلوا ويخرجوا الفلوس باسمائهم، يقوموا بدور الكومبارس اللي بيهم بتتلعب عمليه دخول وخروج الاموال لمصر.